كريم شاب دايما بيحب يخترع حاجات غريبة، وفي مرة جات له فكرة مجنونة. قال ليه ما اخترعش جهاز يقرأ أفكار الناس؟ هبقى أول واحد في العالم يعرف اللي الناس بتفكر فيه وهو ساكت. قعد يومين كاملين في الأوضة، سلوك سماعات بطارية، شاشة صغيرة، وفي الآخر طلع بجهاز شكله زي طوق الراس. أول ما خلصه جري على أمه وقالها يلا يا ماما اجربي معايا الجهاز. لكن قبل ما نكمل، اضغط لايك واشترك في القناة. لبسها الجهاز. فجأة الشاشة كتبت: الواد ده هيفجر البيت في يوم من كتر تجاربه. كريم اتوتر وقالها ده الجهاز شكله بيهزر. قال يجرب على أخته. أول ما لبسته الشاشة كتبت: أنا اللي رميت كوباية العصير على السجادة وبقول إنها وقعت لوحدها. كريم صرخ: أنا كنت متأكد. أخته جريت استخبت في أوضتها. قال خليني ألبسه لنفسي. لبسوا الشاشة. كتبت نفسي الجهاز يشتغل بجد علشان أبقى عبقري بجد. وقبل ما يضحك الجهاز طفى فجأة وطلع دخان بسيط. كريم قال شكله الجهاز قرأ دماغي واتصدم. رجع لأمه قالها الجهاز محتاج شوية تحديثات بس، وطفاية حريق صغيرة.